السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى فيديو جديد وهنقول 8 أفكار وأوحية المنزلية ومطبخية هتوفر عليكي سهولة الاستخدام والنظافة والتنظيم كمان. يلا بينا ونبدأ الفيديو ونشوف هنقول إيه. يلا بينا. بصي يا ستي، لو فضيت معاكي ازازه زي دي بامب او ضخ زي دي من هندوش او شاور او بلسم او ايا كان، اوعي ترميها. اوعي ترميها. اغسليها كويس جدا ونضفيها وعقميها وحطي فيها شويه خل قبل ما تستخدميها. خلاص كده عقمناها. اقول لك بقى الحيله: هتجيبي الصابون السائل وتحطي فيه جوه الازازه كده، وتخليها للصابون المواعين السائل، وهتحطيها على الحوض. هتبقى ثابته معاكي وسهله الاستعمال وانضف كمان، وهتوفر لك وقت ومجهود في ان انت تغسلي المواعين. ولا بقى هتقعدي تحركي الازازه من مكانها، ولا تقعدي تجيبي طبق عشان تحطي فيها شويه صابون عشان تغسلي شويه المواعين اللي في ايدك. كل الكلام ده باي باي. جربي الطريقه دي والله ما هتخسري حاجه. طريقه سهله وسريعه ونضيفه كمان. دي الطريقه دي انا بستخدمها على طول يا بنات. حيله كويسه جدا، استخدموها. ومش عندك شماعة مكسورة كده اهو ومش عارفة تعملي فيها ايه وكنت هترميها، اوعي ترميها. هقولك تعملي بيها ايه. عندك مناديل مطبخ او ورق مطبخ ومش عارفة تستعمليه كويس عشان مش متعلق، هقولك تعملي بيه ايه. هنجيب الشماعة المكسورة بدل ما ترميها، حطيها جوه المناديل كده اهو. خلاص. وعلقيها في مقبض بقى، او قدامك، او في الدبل فيس اللي هو بتاع المطابخ، العلاقات اللي هي بتتباع صغنونة، وعلقيها على الشماعة. وشدي المناديل براحتك، هتتقطع بكل سهولة اكنك جايبة الطقم بتاع المناديل كله. يا رب الفكرة تكون عجبتكم وما ترميش اي شماعة تاني. بص يا بنات، بدل ما انتوا واقفين في المطبخ طول اليوم وانتوا بتعملوا الاكل وبترموا مثلا بواقي الاكل وانتوا بتحضروا الاكل، يعني بترموه على الرخامه ومره على البوتاجاز ومره في الحوض. اقولك على طريقه كويسه: هاتي اي علبه قديمه عندك بلاستيك وحطي جواها كيس، قطعي فيها كل اللي انت عايزه ترميه، ارميه فيها طول اليوم وخليها قدامك كده. ولا هترمي حاجة على البوتاجاز ولا في الحوض ولا في اي حتة. واخر اليوم هتجيبي بعد ما بتخلصي الاكل وحاجاتك كلها، اخر اليوم هتلمي الكيس من العلبة وترميها على طول على الباسكت، وكده انت ضمنتي نظافة مطبخك وهو بقى نضيف طول اليوم. بصي بقى، عندك اكياس فاضلة منها كتير زي السكر والشعرية وغيره وغيره والعدس، وكل ما تحطيهم في الضلفة بتاعتك يدلقوا على الارض ويبهدلوا لك الدنيا، او تحطيهم في الدرج برضو ويبهدلوا لك الدنيا. تعالى اقولك هنعمل ايه. لو عندك اي ازازة فاضية، اي ازازة مية، ازازة لبن، ازازة عصير، اي حاجة، اي ازازة عندك، بدل ما ترميها لا هتجيبي الازازة ونقصها من فوق. ايوه الحته دي ازازه لبن عندي منها كتير، فقلت استفيد منها بدل ما ارميها. قطعت ازازه اللبن. خلاص. وبقولك برضو لو عندك ازازه ميه تقدري تستخدميها، بس انا عشان ما بفضلهاش عشان البوز بتاعها ضيق شويه، انا بختار البوز اللي هو يعني ايه، واسع شويه عشان اقدر افرغ منه الكيس. دخلت هو الغطا كده، خلاص، اللي هو البوز بتاع الازازه. خلاص. وهحط الغطا بتاعه. سهل جدا وعملية جدا يا بنات الحكاية دي. اهو بصي بقى محكم ازاي. شقلبي الكيس بقى فوق وتحت ويمين وشمال، عمره ما هيتدلق معاكي. طريقة حلوة وسهلة وهتوفر معاكي وقت ومجهود وتخزين كمان. هنا بصوا فرغت السكر بكل سهولة ولا اتدلق معايا عشان يجيب لك نملة ولا اي حاجة. بصوا سهلة جدا يا بنات. لو عندك بقى ازازة خليها، بس يستحسن البوز بتاعها يبقى واسع شوية عشان تقدري تستخدميه. خلاص. سهلة جدا الحيلة دي. فيا رب الحيلة دي تكون عجبتكم وتجربيها. يلا بقى مترميش ازاز بعد كده، استخدميها في حاجتك. بصوا يا بنات، لما تيجوا تستخدموا الصابون السائل ما تستخدموش لوحده. ايوه ما تستخدموش لوحده. املي بس التلات ارباع وخلي الربع الباقي من الازازه تحطي فيه خل. خل، ايوه خل. اولا الخل مفيد لصحتك ولصحه عيلتك ولصحه اولادك،
وان انت مهما تغسلي المواعين بالصابون بس عمر ما هتنضف والصابون يتزال من على الاواني او الكوبايات اللي انت بتشربي فيها. الخل بيساعد على ان بيخلي بيبقى عازل عن الصابون والمواعين بتاعتك، فبيبقى عازل خلاص. تاني حاجة بيخلي الاواني والكوبايات بتبرق ونضيفة زي الفل، حتى مع الدهون ومع اصعب الدهون بيوفر عليكي توفير الوقت في الدعك والتنظيف. جربيها ومش هتخسري والله يا بنات، حلوة جدا قوي قوي الوصفة دي. اوعي تنسي تحطي خل على الصابون بتاعك. وانت اكياس التلاجة مزهقاكي، وكل ما تحطيها في درج تزهقك وتتنعكش منك وتتفرط منك، او حطيتيها في ضلفة حتى بتتفرك منك وتتنعكش والمنظر ده بيزهقك. طب تعالى اقولك الحل عندي. اول حاجة مع بعض هنحط ونرتب الاكياس فوق بعض بالظبط زي ما انتوا شايفين، مش مهم بقى فين عجلتها ولا اي حاجة، المهم تبقى فوق بعض وبس. هنجيب العلب بتاعه الشيبسي الجاهزه، ايوه زي دي كده الطويله خلاص، او اي علبه مشابهه بس المهم تكون طويله عشان تقضي الاكياس بتاعتك. وبعد كده نتني الكياس كلها على بعض نصين بعد ما عدلتيهم كده اهو بالمنظر ده اهو. انا بعدلها الاول عشان كلها تبقى فوق بعضها، هعدلها نصين خلاص كده اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اتنيها نص تاني بس من غير ما ايه اتنيها قوي او اشد على الاكياس قوي، بخليها مريحه خالص. وبعد كده احطها في العلبه خلاص زي ما انتوا شايفين كده اهو، واسحب بكل سهوله، هتتسحب مني بكل سهوله كيس كيس من غير ما اوسخ الاكياس كلها وانا ايدي مش نظيفه او ايدي زفره او اي حاجه مطرح الاكل والطبيخ. هسحب كيس كيس، وطريقة سهلة وجميلة يا رب تعجبكم وتجربوها في بيوتكم، هتنبسطوا منها جدا. وبعد كده بعد ما تخلصي هتغطي العلبة. والسلوتيب مزهقك ومحيرك ومزهقك ومعصبك كمان عشان مش قادرة تلاقي الطرف بتاعه، تقعدي تدوري وتجيبي يمين وشمال لحد ما تلاقي الطرف بتاعه. طب اقولك على الحل عندي وحصري وبس عندي وبس خلاص. الفكرة دي يا جماعة من عندي انا بس. هتجيبي اي عارفين السلكتين اللي هم بيبقوا في اي اجهزة جديدة او اللي بيجوا في اكياس الفينو الجاهزة اللي بتتباع في السوبر ماركت او البقسماط، هي دي. جبت اتنين وربطتهم مع بعض خلاص. اول حاجة هجيب طرف اللزق او السلوتيب خلاص. وبعد كده هدخل السلكة اللي انا عملتها واحط طرف اللزق فيها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هربط الطرفين التانيين مع بعض من تحت كده خلاص، وهوسعها بحيث ان هي تدور معايا في كل السلوتيب زي ما انتوا شايفين كده. ما ورطش عليها لا هتبقى ملخلخه. بعد كده هجيب وهقطع عادي جدا خلاص، هقطع بالمقص وهجيب برضو الطرف الاخير خالص زي ما انتوا شايفين. الصورة بتعبر اكتر من الصوت. وهقطع كده اهو خلاص. لما اجي اقطع تاني او اجيب طرف السلوتيب تاني هيبقى الطرف بسهولة لاقياه خلاص. وهقطع برضو واجيب الطرف السلك واحطه في الطرف الاخير من السلوتيب زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وحلوة جدا، يا رب تعجبكم. دي من افتكاسات نونا، يا رب تعجبكم يا رب. عشان الطريقة لما بتيجي تستخدمي السلك الألمونيا بتقعدي تدوري على أوله من آخره، وما تيجي تستخدميه بيفتت الدنيا ويدهمل الدنيا فتافيت من السلك بتاعه. وما تيجي تقطعيه ممكن ايدك تتجرح او تتعوري. تعالى اقولك طريقة حلوة يوفر عليكي وقتك وجهدك في تقطيع السلك الأموني. لو عندك اي علبة مش عايزاها وبغطا خلاص تقدري تستخدميها في تقطيع القطع. هتقصيها قطع كده جاهزة على قد ايه استعمال واحد، هتوفر عليكي وقت وجهد وطريقة حلوة جدا وبتبقى سهلة جدا. اول ما تفتحي العلبة هتشدي قطعة وخلاص على كده وتقفلي العلبة بتاعتك تاني. طريقة حلوة وسهلة وتوفر عليكي كل حاجة. زي ما انتوا شايفين قطعت كل السلك قطع. يلا بقى قومي هاتي السلك بتاعك وقطعي قطع كده. استخدام واحد، الطريقة هتعجبك جدا، جربيها.
لو عجبكم الفيديو يا بنات، قبل اي حاجة احب اقول اهلا وسهلا بالناس الجداد والبنات الجداد اللي شرفوني في قناتي، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، وان القناة هتترفع بيكم باذن الله بعد ربنا سبحانه وتعالى. فانتوا اللي هتشجعوني وهتحمسوني، وهقدر اقدم لكم المزيد ان شاء الله باذن الله. بس انتوا يا ريت تشجعوني بقى في الكومنتات واللايكات، ونبقى ان شاء الله اسره واحده باذن الله، اسره صغيره على قدي الحمد لله يا رب، الحمد لله. عقبال ما تبقى قناه كبيره وهتكبر بيكم باذن الله بعد ربنا. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا بنات اللايك والسبسكرايب. بالنسبه للبنات اللي اول مره تشوف القناه في الفيديو ده، يا ريت تشتركي تستفادي مني كتير، وباذن الله ابقى عند حسن ظنك. وما تنسوش بقى كومنت حلو كده منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.